في الفيديو هذا باش ناخذوا أمثلة معناها شائعة عاصرة التاريخ الإنساني، معناها برشا يكونوا ينجموا يعرفوهم. فالمهم انت تنجم يعني تاخذهم كأمثلة معناها ملموسة من الواقع الإنساني، تدعم بهم حجاجك وأفكارك وتبين الكرياتيف متاعك وموسوعيتك في الدفوار باش تتحصل على نوت باهية بالطبيعة. أول مثال عنا المحرقة اليهودية أو كما تسمات الهولوكوست، واللي هي وقتها إبادة جماعية اللي راح معناها ضحيتها ملايين اليهود في فترة الحرب العالمية الثانية بسبب الهوية متاعهم العرقية والدينية معناها، وتم إقصائهم وقتها على يد الحكم النازي في ألمانيا. وديما معناها بقاو يحيوا في ذكراهم الجرم الشنيع هذايا معناها باش نتذكروا ديما ملايين الضحايا الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم. والشيء هذا معناها يهدف كما نقولوا للتسليط على الضوء، معناها تسليط الضوء كما نقولوا على أهمية التسامح مع المعتقدات الآخرين وعدم إقصائهم. فهتلر معناها وألمانيا النازية كانت تكره حاجة عرق اسمه يهود، كانت ديما فما جرائم تاع إبادة أشنع من هكا عملوهم فيهم. المهم، وعندنا زادة الإبادة في البوسنة والهرسك وقتها في الحرب متاع البوسنة اللي وقعت ما بين عام 1992 و 1995. وقتها تعرضت البوسنة والهرسك معناها كما نقولوا المجازر متاع تطهير عرقي، وقتلوا الآلاف من البوسنيين المسلمين والكروات، وتعرضت برشا معناها النساء وأطفال للعنف الجنسي والتعذيب. وزاد اعتقاد اليهود أنهم شعب الله المختار والمقدس، وأنه الله اختارهم وفضلهم على جميع الشعوب متاع الأرض، معتمدين يعني في الزعم هذايا على بعض نصوص معناها اللي كتبوها في أيديهم، اللي كتبوها بأيديهم معناها في المعتقد متاعهم. فولوا معناها يغزو في العالم كما نقولوا بمصطلحات فكرية توحي بأنهم بالحق معناها جنس مميز وشعب نقي، ناسين أنهم معناها خليط من شعوب شتى يعني. فالنظرة هذه بالحق يعني عنصرية وتخلق تعصب عرقي وإقصاء لبقية الثقافات والحاجات هذه. وعندك زادة كالزعم بتاع الجنس الآري أنهم أرقى أجناس العالم، معناها كيفاش مأمنين كونهم ينجموا يحسنوا الجنس البشري بالقضاء وقت على كالمعوقين وأصحاب التشوهات والأجناس الضعيفة، معناها في التصنيف العرقي عاملين هرم تاع أعراق وهم متصدرين الهرم، وعاملين تصنيف لبقية الأعراق. فالمهم معناها كما نقولوا نظرة أكيد تكرس الكراهية وعدم التسامح مع الآخر، والإنسانية ديما ضد الحاجات هذي. وزاد عندنا حاجة أخرى كيما هجمات 11 من سبتمبر، وقت اللي صارت هجمات إرهابية على أمريكا، وقت اللي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص. وقتها تم اختطاف 3 طيارات معناها مدنية وأسقطوها على أبراج التجارة العالمية ومقر وزارة الدفاع ظهر لي البنتاغون. وهي أحداث معناها كما نقولوا خلقت نظرة إنه الثقافة العربية متطرفة ومتعصبة تجاه بقية الأعراق والشي هذاك. وزادت نجم معناها تقول انه تطور معناها والطيارات والذكاء تاع الانسان تحول ضده، ولا يستعمل معناها في وسائل النقل كأسلحة فتاكة. يعني حسيلو تنجم انت تحطها في برشا افكار معناها غير هذا غير قلتم هذا كمثال معناها بالحق مثال من الواقع تحفون على الاخر. وزاد عندك الصاروخ الصيني اللي خرج على السيطرة وبيت العالم الكل في رعب وتخوف من سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان. الشيء هذا أكيد يعكس معناها لحظة اكتشاف معناها إنه إبداع الإنسان معناها ينجم ينعكس عليه سلبا معناها في أي لحظة، يعني من نجاعة ورقي وتطور إلى خوف وترهيب معناها. معناها أي إنه الإنسان كما نقولوا عمره ما يوصل للكمال الذاتي، ديما فما ثغرات يعني نجم تهدد حياته. وزاد كاختراع القنابل الذرية اللي كلنا نعرفوها معناها اللي عكست ذكاء الإنسان، لكن في آن واحد معناها قتلت البعد الإنساني اللي فيه وكرست الخبث إنه الآخر ديما يسعى للفتك بالآخر كتحين الفرصة. يعني كما نعرف تسببت في مقتل أكثر من 200 ألف إنسان قنبلة هيروشيما. وزاد عنا الأوبئة، يعني كانت الأوبئة كما نقولوا كانت كما نقولوا من أكبر صناع التغير في مسار البشرية، يعني وأثرت على حضارات كما نقولوا سلبيا بطبيعة. يعني من أول تفشي متاع وباء وقتها في اليونان
اللي هو الطاعون، وقتها من بعد الموت الأسود في العصور الوسطى، والكوليرا في القرن ال19، والإنفلونزا وغيره وغيره برشا معناها أوبئة. فالأوبئة هذه كما نقولوا يعني شكلت معناها جوانب من حياة البشر، ودفعتهم انهم يفكروا في اسئلة فلسفية عن الحياة والوجود. برشا تفسيرات معناها قالك معناها خرجت معناها التفسيرات هذه وتأويلات انه معناها قالك هذه غضب الاله، واللي قالك هذه لتنظيف المجتمعات واعادة تقسيمه، وبرشا قالك نهاية العالم. حسيله برشا تأويلات يعني. هل انه معناها التأويلات هذه معناها صحيحة أو لغياب عقيدة الإسلام والتوحيد عن برشا أعراق؟ معناها كما أنه الأوبئة هذه من جهة أخرى كما نقولوا ساهمت في تطور العلوم الحديثة وبناء سياسات معناها الصحية وإعادة توزيع الدخل والثروة. فيعني الأوبئة هذه رغم معناها سطوتها وبطشها وفتكها بالإنسان، إلا أنها كما نقولوا خلقت له مجد الإنسانية هذه، وعكست معناها برشا تطور في مجالات عديدة من الحياة يعني، وغيرت نمط الحياة الأفضل. وعندنا أبار الأوبئة عندك الظواهر الكونية، كما مثلا الزلازل. قبل الإنسان يبقى حاير فيها بكونها معناها يا إما هذه تفاعلات طبيعة أم غضب السماء. يعني كل حضارة كيفاش فسرتها. ولا النيازك، كما نيازك اللي ضربت روسيا وقتها، معناش كنت تفكروها في 2015 نورمالمون، بثت الرعب معناها انه الانسان معناها تنجم تمحيه الطبيعة في اي لحظة. وتضربت التفسيرات انها نهاية معناها عصر المعيشة في الارض وضرورة غزو الكواكب الاخرى معناها بحثا عن حياة امنة. قيل انه كوكب الارض معناها فخ تتحكم فيه الطبيعة الفتك بالانسانية وش اسمه. وعنا زادا كتحطيم مقولة الإنسان البدائي، معناها كونه إنسان مغفل وعرفش كيفاش يعيش. بالعكس، كان يتميز بالذكاء معناها وقتها غير عادي. أوقد النار في أكثر الظروف المبهمة، وتواصل مع يعني عام شكل وقبائل وكل شيء، وتواصلوا معناها عبر دخان النار، وتواصلوا مع العالم عبر الفن والنحت في الكهوف وابتكار معناها طرق اصطياد عديدة. فالإنسان يعني كما نقولوا عنده بداخله ديما شعلة متاع إبداع، مهما كانت ينجم يتكيف مع الظروف ويشعلها. شو تقول لي معناها كان يقتل في الآخر من غير سبب، يكسر ويخرب من غير سبب، إيه نجم نمشي معاك. محال هذا الشيء هذا يعني نجم زاد نقول لك، هو في عصرنا الحالي الإنسان كل يوم يبتكر في طريقة جديدة معناها باش ينجم يحطم الآخر معناها بنجاعة تامة، وبالعكس يفتخر بالشيء هذاك. أنا هل إنه إحنا في عصر انقلبت فيه الآيات والقيم، أم إنه الإنسان البدائي معناها مترسخ فينا ومازال قاعد يطور في روحه للأفضل؟ وهو عندك زاد الديمقراطية اللي هي أكبر كذبة. يعني ناخذ مثال أعتى الديمقراطيات في العالم، أمريكا، دولة القانون والحرية. إلا أنها معناها حرية وقانون وديمقراطية كما نقولوا معناها ذات أسنان حادة ولربما قاطعة. معناها هي مجرد شعار. معناها كالاحتلال الأمريكي معناها للعراق وقتل الآلاف منهم، معناها كم كوا باش يعاونوهم ينشروا لهم الديمقراطية غادي وكل شيء. هما بالعكس يعني يحبوا ينهبوا الثورات النفطية وقتها. وأمريكا معناها قبل زاد من أكبر الدول يعني اللي كان فيها استعباد للسود واضطهاد معناها وقتل من غير حتى سبب، أتفه الأسباب. يعني الإنسانية كانت حد شيء بالنسبة لهم، وكانت من أكبر الجرائم الإنسانية اللي صارت فيها. يعني فتغركمش معناها الأمم المتحدة وتشوف أمريكا مترأسة المجالس وكل شيء، وكلها معناها حرية ومساواة كم كوا. يعني كما نقولوا ما هي إلا أماكن للثرثرة معناها، والقرارات والشيء صحيح كله معناه يصاغ في الغرف المظلمة. وعندك زاد نظرية داروين اللي تقول انه الحضارة الأوروبية هي الأمثل معناها، والقوي ياكل الضعيف. النظرية هذه يعني كان من سبب النظرية هذه يعني كانت من سبب الاستعمار للدول الأفريقية وآسيا والهند وغيره، فاستخدموها يعني النظرية يعني كحجة باش يستعمروهم ويجوا معناها كمكوا باش يحضروهم ويحسنوا عيشتهم، واللي هم برابرة ينجموش يحكموا رواحهم و يعني من الآخر باش ينهبوا ثرواتهم ويشكلوا معناها الأوروبيين مستعمرات عندهم بالحجة هذيك. وفما زاد قطار الموتى النازي أثناء الحرب العالمية الثانية. معناها إن ألمانيا النازية نفذت معناها حملة إبادة هائلة وقتها ضد اليهود معناها والمجموعات الأخرى وقتها في المعسكرات متاع الاعتقال.
فاستخدمت ألمانيا النازية معناها برشا قطارات تنقل فيهم في الضحايا معناها المعسكرات الموت. وقتها يهزهم المعسكرات هذيك ويقتلوا برشا أبرياء معناها من الأحداث هذيك شكلت يعني بالحق ضغط كبير على العالم حول ما حكاية الإبادة الجماعية وأهمية حقوق الإنسان. كان وقتها يهزوا فيهم كوم كوا يعدوا فيها عليهم زاد خاصة البولنديين ومعاهم زاد يهود ويبدو مخلطين يهزهم في القطارات ويهبطون في المعسكرات هذيك كوم كواش تعرف تعمل ش عندك صنعة ش كذا. ياخذوه باهي برا ناحية سوا امرأة راجل كذا برا ينحي حوايجك برا ادخل بيت هذيك تو يجي المشرف ويقدم لكم كل شيء. يحلوا عليهم الغاز من فوق ولا يصبوا عليهم الواحد عناصر كيميائية وحاجات كيما هكاك بالحق معناها تنجموا تتفرجوا على الوثائق الحاجات كل هذه موجودة في فيديوهات وثائق تفيدكم على الآخر. وعندك زاد هكا الانهيار معناها متاع الرافعة في مكة الناس كل سمعت بيه معناها نورمال في 2015 وقت اللي معناها في الحج معناها انهارت رافعة كبيرة في المسجد معناها الحرام اللي أدى المقتل أكثر من 100 واحد معناها وإصابة المئات. الحادث هذايا برشا حضارات غربية معناها أطلقت أحكام يعني بكون أنه العقيدة الإسلامية كذبة. أيوجد قلك يعني طرحوا أسئلة أيوجد إله يفتك بعباده في معقل تعبدهم به لأنه معناها بعد على الكلام هذا أكيد من الزاوية الإسلامية ما هوش معناها ما هو إلا كما نقولوا قضاء وقدر معناها. فالموضوع كما نقولوا خلق وقتها جدل كبير بين مختلف الآراء. أما نحن كإسلام متمسكين بعقيدتنا ونعرفوا شيء هذاك يعني. وعندك زادك الخرافات والأساطير قبل كيما الخرافة متاع أطلس والغارة متاعه علاش كان تعرفوها اللي هي تحكي الخرافة هذه عن بطل أطلس اللي طلبت منه معناها قوة الشمس والقمر اللي يساعد معناها فك التوجيه متاع السفن في البحر قبل ولكنه رفض معناها وقتها وقرر يحمل الكون على كتافه. معناها وقت الحاجة هذيك معناها أدت إلى غرقه في البحر وتحويله معناها إلى جبل يزيد يحمل السماء. خرافات معناها برشا عباد مآمنة بها والشيء هذاك وكتصديق الأساطير كما أسطورة زيوس معناها اللي يعتبر زيوس معناها أعلى إله في الميثولوجيا الإغريقية خاطر يتميز قوته الهائلة ويعتبر معناها حاكما لك الآلهة والبشر ومرتبط بك الرعد معناها والبرق والحاجات هذيك برشا خرافات وأساطير نجم تلوج عليها معناها يفيدوكم على الآخر كي باش تدعم بهم كي زاد حجج وأفكار حاجات هكاك.